الرئيس السيسي بيجوع الشعب لانخفاض التعداد السكاني، وفي نفس الوقت عايز يبني البلد، يبني الكباري، يبني العماير، يبني المنظومات العسكرية في البلد. دي استراتيجية بتاعته. طيب الرئيس السيسي هو الرئيس الأخير في تاريخ مصر حسب نبوات مكتوبة في كتاب النبي أشعياء. طب النبي أشعياء قال إيه عن الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي نفسه مش عارف إن هو مكتوب عنه في كتاب النبي أشعياء. أنا هقول لك النبوة دلوقتي وانت قارنها بين الاحداث اللي بتحصل. بص يا سيدي بيقول لك ايه، وكلام خطير جدا. بص بيقول لك ايه في النبي اشعياء 19، بيقول لك ايه؟ بيقول لك آه هوذا الرب نازل على سحابة سريعة واهيج مصريين على مصريين. طبعا من ايه؟ من الجوع او من الجشع. فيحارب كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وترهق روح مصر في داخلها. بص بقى الآية اللي بتتكلم عن الرئيس السيسي، هي الآية بتقول لك إيه؟ وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. الآية رقم 4 في إصحاح 19 كتاب النبي أشعياء، وراجع ورايا الآية دي خطيرة جدا. بيقول لك وأغلق على المصريين في يد المولى القاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب. أغلق على المصريين يعني الرئيس السيسي غالق على المصريين، غالق عليهم، ماسكهم صح، فاهمني؟ بيقول لك وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. يتكلم عن سد النهضه من قبل ما يكون ب 2600 سنه النبي اشعياء. يقول لك وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. نهايه النبوه بتنذر بحرب كبيره هتحصل بين مصر واسرائيل بسبب اللي بيحصل في غزه. لانه بيقول لك ايه في نهايه النبوه؟ وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من يتذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في علامة كبيرة هتحصل في وسط الشرق الأوسط، هي حرب بين مصر وإسرائيل. الرئيس السيسي مش عايز يحارب إسرائيل، لكن الحرب هتفرض عليه لما جماعة حماس تفجر السور ما بين سيناء وتطلع في وسط الغزاويين بسبب النار اللي جاي عليهم من إسرائيل. هيلاقي ان الامن القومي بتاعه اتضرب، فهو لازم يخش حرب، لان الضغط الشعبي هيبقى عليه لدخول هذه الحرب. طبعا المصريين يعني عندهم عزة نفس وكرامة، عايزين يحاربوا حتى لو معهمش سلاح. يعني هم ما يفهموش في الكلام ده. صحيح المصريين ما بيعرفوش يعني زي ما تقول يصنعوا موتور توك توك، حلو الكلام، ما فيش الصناعة العسكرية عندهم مش كبيرة، لكن هيناطحوا اسرائيل، فاهمني؟ فالوقت قريب، الوقت قريب. الحرب دي اول لما تشوفها كائنة تفتكر النبوة دي وتعرف ان اليوم قرب، وتروح لسفر اسمه سفر الرؤيا. سفر الرؤيا مكتوب في الكتاب المقدس، بيقول لك ان اول لما الحرب دي تكون هتحصل حدث. مين هو الحدث ده؟ ان الله هينزل في وسط الحرب العالمية الثالثة، لان الحرب اللي ما بين اسرائيل ومصر دي هتجمع 4 زوايا الارض. امريكا والاتحاد الاوروبي هيجي لدعم اسرائيل، وروسيا والصين هيجوا لدعم مصر. حلو الكلام. فيحصل ايه؟ الله هينزل بقى، هينزل كمحارب. طب نزلته هتكون شكلها ايه؟ نزلته مكتوبة في سفر الرؤيا، تعال نقراها مع بعض. بيقول لك ايه؟ ثم رأيت السماء مفتوحة، السماء مفتوحة، وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعينيه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. الكلام ده مكتوب في سفر الرؤيا إن في الحرب العالمية الثالثة الله هينزل على السحاب بالمنظر ده، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، يوم الدينونة أو يوم النهاية. ويدعى اسمه كلمة الله، والأجناد يعني الملائكة الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض، ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم. يعني كل بلاد الأرض، يسيطر على كل بلاد الأرض. ملكوت الله، يملك على الأرض سياسيا. حلو الكلام. وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر وسخط غضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. السيد المسيح اللي هو صورة الله غير المنظور، الإله البشري اللي خلق الإنسان عشان ينزل في صورة إنسان، هينزل في المجيء التاني. هو جه في المجيء الأول واتصلب علشان خاطر الخطاة وبدم غفران الخطايا، واللي عايز يؤمن بيه هينول حياته الأبدية. هيجي للمرة التانية أمام عيون الناس ويبقى على عينك يا تاجر. الشمس والقمر هتخفت من ضوءه، فاهمني؟ وهتكون علامة الصليب ظاهرة في السحاب،
المصريين هيشوفوه، الاسرائيليين هيشوفوه، كل الناس هتشوفه. الوقت قريب يا مصريين، احنا في الايام الاخيرة، استعدوا للقاء الهكم.